انا عندي بس رسالة، لان في هجوم على مصر يعني من شوية اوباش. طيب يعني مش بتكلم على الشعوب كلها، لكن في اوباش في الشعوب اللي حوالينا. عايز بس اقول كلام. على فكرة يا جماعة، غزة على البحر وعندها شط كبير قوي على البحر، يعني انت ليك حدود معاها ان كنت عايش في الجزائر او المغرب او ليبيا او تونس او حتى الدول اللي حوالين غزة، كل يقدر يوصل لها. بدل يا حبيبي ما بتاخد المركب وتهرب تروح اوروبا، ها ولا ايه رايكم؟ الملايين اللي راحوا اوروبا بالهروب بالمراكب، لف يا حبيبي وخش بالشرق ناحيه الشرق، هتلاقي غزه يا حبيبي، وانزل حارب وقاتل واعمل اللي انت عايزه. مصر الدوله الوحيده اللي وقفت مع غزه. مصر رغم ان خلي بالك، واقرا قناه العربيه النهارده بيقولوا ان اسرائيل بتهدد اي مساعدات طالعه كبيره جدا من مصر واطباء، فمحدش يفتح بقه ولا يقول مصر ولا مش مصر، عشان انتوا شويه. اقول ايه؟ احنا خلاص قرفنا من الطريقه دي كل مره. يبقى هو قاعد هناك مروق او عايشني في اوروبا مروق ويهاجم مصر. خد يا حبيبي المركب واطلع على غزه ووريني نفسك. وعمالين يقول لك محرز، الجزائريين ماسكين محرز بطل ومحمد صلاح ما عملش. هو محرز عمل ايه يا حبيبي؟ محرز عمل ايه؟ خد نفسه وراح مثلا خد السلاح وطلع على غزه؟ اي كلام. اللي يهاجم مصر قول له هي الدوله الوحيده اللي حاربت، هي الدوله الوحيده اللي خسرت، وانت نايم في بيتكم او عايش في اوروبا. سلام.